السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي، والنهارده الفلوج ده ممتاز جدا مش بس للمستثمرين، لا كمان للناس اللي عايزة تسكن في مكان إليت جدا قريب على البحر. احنا في جزر دبي، والمشروع اللي ورايا ده مشروع من امتياز قرب يتسلم، فالمشروع ده اوريدي اتباع مالكش فرصة فيه، بس أنا هاخدك جوه علشان اوريك التفاصيل اللي هتستلمها من المدخل تبع المبنى، اللوبي، الاسانسير، الممرات، وكمان الفيو بتاعك فوق، والشقه من جوه انت ازاي بتستلمها. دي اكشوال ابارتمنت، مش بكلمك على شقه عرض، دي شقه عاديه. المشروع زي ما انت شايف كده ورايا تحت الانشاء، وزي ما انت شايف امتياز هو واخد يعتبر تاني اكبر مطور هنا في جزر دبي. زي ما انت شايف كده ورايا لسه في انشاءات تانيه، وهو الاسرع تسليما. يعني المشروع ده خلاص هو قرب يتسلم، وادي مشروع تاني قرب يتسلم. فانت بتتكلم على واحد من افضل المطورين واكثرهم ثقه في سرعه التسليم والكواليتي، هنشوفها جوه دلوقتي. بس احب اعرفك عن الجزيره، هي تبعد بس 20 دقيقه للداون تاون، وتوصل بعد كده ل 18 دقيقه او 15 دقيقه، نظرا لان في جسور بتتبني وتوسعات في الطرق. طبعا هنا في الجزيره هيبقى عندك مول تجاري كبير جدا اللي ورايا ده بالظبط على طول. تمام، لسه زي ما انت شايف هو مبني، بس لسه طبعا هياخد وقت عقبال ما يشتغل. زي ما انت شايف الجزيره لسه بيور، عشان خاطر ما نضيعش وقت. هو الشاطئ ورايا كده على طول، زي ما انت شايف قدام كده، هنشوفه من فوق، وهنخش دلوقتي نشوف المبنى بالتفاصيل بالكامل، والفرصه اللي جايه ان شاء الله، لان امتياز عنده مشروع جديد بينطرح دلوقتي في جزر دبي. ده كده المدخل بتاعك بقى، سيبك من الكلام ده للديكوريشن النهارده عشان الايفنت. تمام، بس هنخش نشوف دلوقتي التفاصيل جوه. شوف بقى اللوبي ده كده، المدخل تبعك، الواجهه بتاعتك فخمه جدا، فخامه بتبدا من بره كده تدخل. Welcome. ثانك يو سو ماتش. شوف كده ده ويلكم تو امتياز. ده كده اللوبي زي ما احنا شايفين، ده مدخل اللوبي تبعك. طبعا في مكان للجلوس هنا للاستقبال، عايز تقعد هنا ولا شيء، حد جاي لك تستقبله مثلا، تستقبل حاجه تحت هتلاقي مكان ليك. تمام، المشروع الجديد اسمه سانسيت باي. ادي كده شوف الفينش، شوف الديكوريشن، شوف السقف بينور في نوع من انواع النجوم كده. طبعا انت ستار، يعني انت بتتكلم على واحده من افخم الكواليتي اللي موجوده في السوق زي ما انت شايف. ده كده الكوريدور ما احنا شايفين، ده امتياز الريسبشن. طبعا ده المشروع، طبعا بقى فيه خدمات قويه جدا يعني. بس هنطلع دلوقتي نشوف شقه كده، احنا رايحين ناحيه الاسانسير. طبعا نشوف الفينش. ده مشروع تاني لامتياز موجود في الجي في سي بيرل هاوس 4، عاملين له موك اب هنا. تمام، سانسيت باي 2. ده الاليفيتور الاسانسير، هنطلع دلوقتي نشوف الشقه اللي موجوده دلوقتي اللي بتسلمها. اكسكيوز مي، سكند فلور. طيب الجزيره هيكون فيها ايه بالسريع كده واحنا في الاسانسير؟ ده الاسانسير، ده اللوب. تمام، الجزيره هيكون فيها ملعبين للجولف، مش الجزيره دي طبعا، الجزر الثانيه، هم 5 جزر موجودين هنا في دبي ايلاند. الجزر هيبقى فيه ملعبين للجولف، واحد انترناشونال واحد سيمي انترناشونال. هيكون عندك 24 كيلو متر طولي من الشواطئ، و9 مارينا، مش مارينا واحد، 9 مارينا برومينيت. تمام، 86 اوتيل زي ما احنا كده شفنا. طلعنا ده الممشى او ده الممر بتاعك تبعك كده. كده انت رايح على الشقه خاصه بيك. شوف بقى التفاصيل، الصوره بتحكي عن نفسها يعني. الفينش تبعك، البيبان الكواليتي العاليه، اطلاله البحر طبعا اللي هتبقى صعب انك نحصل عليها. تمام، ادي كده هيكون دخلت الشقه طبعا سمارت سيستم. ثانك يو سو ماتش. دي كده الشقه زي ما احنا شايفينها بالكامل، هتستلمها بالكامل بالتفاصيل كلها. دي شقه متسلمه طبعا، مش هتستلم الحاجات الديكوريشن زي حاجه زي كده، دي الزهريه، الكوبايات، دي حاجات انت بتجيبها، لكن هتستلم الترابيزه، الكراسي، الحيطان طبعا بالديكور اللي عليها، بالارضيات زي ما انت شايف، بالمطبخ بالفينش بتاعه، بالاجهزه الكهربائيه بالكامل، غساله، ثلاجه، بوتاجاز، مايكرويف، كله بتستلمه. تمام، وطبعا ماركه ميل، ممتاز جدا. طبعا البانوراميك فيو تبعك برضو هنا. هنطلع شويه كده في اخر الفيديو، هخلص بس الشقه اللي جوه، بس نطلع دي كده نشوف الفيو بتاعك هيبقى عامل ازاي والشواطئ. ادي هنا كده حمام الضيوف، فينش بقى تبعك، السيراميك، الادوات، المقابض، الحواض،
الشكل الجمالي تبع المشروع، الكواليتي عاليه جدا جدا. تمام. غساله تبقى ليها مكان لوحديه هنا كده. تمام. ده مكان كده زياده، زي مثلا نقول استادي او اوفيس. تمام. ممتاز جدا جدا. نطلع هنا اوضه النوم. الشكل مش عايز اتكلم كتير لان هو كل حاجه باينه في الفيديو. يعني مش طبعا الديكوريشن اللي في الحيطان تستلمه، الخشب الدولاب بتستلمه زي ما هو طبعا. تمام. السرير بيجي لك معاك سرير نفس الحجم كده. تمام. وادي اعمال الديكوريشن اللي في الحوائط. ندخل بقى هنا الحمام تبع اوضه النوم زي ما احنا شايفين، حمام متكامل. وادي هنا عندك الشاور، كابينة الاستحمام. تمام. بحب انا اللي هو يبقى عندك مثلا اطلالات، بلكونات. طبعا في بلكونه بس دي اوضه النوم. طبعا زي ما انت شايف كده امتياز. ادي دي كده ارض امتياز، والارض اللي وراها ارض امتياز، والمبنى اللي هيتسلم هناك امتياز، وقدام لسه في امتياز. وده المول التجاري، احنا كنا بنصور من تحت هنا. ده المول التجاري. ودي فندق سنترا ميراج وري دبي. كل الحاجات دي موجوده. تبعد 20 دقيقه بس عن الداون تاون. ده الشاطئ هنشوفه بطريقه اوضح من الناحيه الثانيه، هنعمل لك زوم. ده الشاطئ. طبعا الشاطئ ده متكامل وجاهز، في اماكن للجلوس، في العاب للاطفال، في مضمار للركض، وكمان تقدر انك انت تنزل البحر طبعا يصلح للسباحه. طبعا عندك بانوراما فيو. طبعا من ورا كده هيكون عندك بانوراما فيو داخل المبنى. تمام. او داخل الشقه، تبقى قاعد كده وعندك بانوراما فيو. طبعا احنا شفنا قوة الازاز. احنا كنا جوه مفيش اي ازعاج ولا حاجة، الصوت 100% سايلنت. طلعنا بره دلوقتي، بس ده بيدلك على الكواليتي. وفي نفس الوقت لو انت قاعد هنا وفي جنبك كونستراكشن مش هتتأثر بيه ولا اي شيء. دي البلكونة خاصة بيك. طبعا زي ما قلت لك هنا المول. وادي كل دي بلكونة خاصة بيك بقى، تعمل فيها باربيكيو، تقعد فيها، تحط فيها ترابيزات، تعمل فيها اللي انت عايزه. وده البحر. طبعا هنا البحر والشاطئ زي ما قلت لك مفتوح 21 كيلو متر من الشواطئ. ممتاز جدا جدا. ريو دبي ده المدخل بتاعك. تخيل، انا عايزك بس تتخيل وعايزك تشوف الاماكن الصحراء دي وتفتكرها، لان الصحراء دي كلها هتتحول لاشجار ومساحات خضراء ولاند سكيبنج ممتاز جدا وانترلوك وكواليتي عاليه جدا جدا. فبالتالي كل ده راح يعمل ابريشيشن بعد كده ونمو راس المال. فلو انت مستثمر، دي جنه للاستثمار والمستثمرين، دي هتعمل فيها فلوس. المنطقه لسه تحت الانشاء، تحت الكونستراكشن، هتحلو اكتر واكتر. يعني هو معروف دايما كل ما بتستثمر في مكان ما فيهوش خدمات وما فيهوش طرق موحده كويس وما فيهوش حاجات كويسه وما فيهوش بنايات كتير وسعر القدم فيه رخيص، انت بتبقى ضامن مع كل تطور بيحصل في المنطقه زياده في السعر. مدرسه تفتح، مستشفى، طريق يتوسع، اللاند سكيب يتحط، الشواطئ يمتد، المارينا الثانيه تفتح. في 2 مارينا دلوقتي موجودين، بنتكلم 9 مارينا. ورايا الجزيره اللي كل دي على طول، اللي بعد الشط على طول في جزيره ثانيه. الجزيره دي هيبقى فيها ملعب سيمي انترناشونال 9 حفر، ملعب جولف. والناحيه دي هيبقى فيه انترناشونال جولف كورس برضه، ملعب انترناشونال للجولف هيبقى 18 حفره. طبعا هو انت مش هتروح لهم هناك بس هتشوفهم، هتبقى قريب منهم، هيليهم تاثير على المكان اللي انت فيه، لان هم 5 جزر مرتبطين ببعضهم، فانت هتتاثر بيهم بالاسعار بتاعتهم. الجزيره دي كلها هناك دي هتبقى كلها فيلل وتاون هاوس من نخيل. هنا كل الواجهه الاماميه دي كلها هتبقى في الغالب شقق اوتيلات على البحر على طول. فبالتالي ابريشيشن ليك انت، تاجر هوليدي هوم، تاجر سنوي، اي نوع من انواع الايجار يبقى موجود ليك وممتاز جدا جدا جدا. فانا بكلمك على فرصه استثمار هايله جدا في دبي مع مطور معروف قديم، كواليتي عاليه، الناس كسبت من وراه كتير جدا، امتياز، وايجاراته بتعدي 8% ولا 10%. قريب من الداون تاون والبيزنس باي، قريب من المطار زي ما انت سامع كده. والمطار يعني انت شايف كده، عايزك تخلي بالك من الصوت تبع الطياره. خلاص راح، يعني انت كل ربع ساعه هيبقى عندك الصوت لطياره واحده ومش هيأثر عليك زي ما انت متخيل ان هو هيبقى ازعاج ومش ازعاج والكلام ده كله. وهتبقى جوه ورا الكواليتي دي مش هتسمع اي حاجه زي ما احنا كنا جوه دلوقتي وانت ما سمعتش اي صوت من اصوات الكونستراكشن اللي شغاله دي. فدي هي الكواليتي والاستثمار والبنايه، واستثمر مع مطور صح. شكرا ليك على المشاهده. لو مهتم بتفاصيل عن المشروع الجديد الامتياز، طبعا الاسعار فيه بتبدا من 2 مليون درهم اللي هو هنا، وفي مشروع ثاني في مكان ثاني بيبدا من 700,000 درهم للاستوديو. هنا الغرفه وصاله، هنا مفيش استوديوهات في الجزيره، قليل جدا، هنا غرفه وصاله.
فتقدر تستثمر هنا وتعمل عائد استثماري كويس جدا، وخليك مستثمر وعندك رؤيه على اللونج تيرم. ما تفكرش في النهارده اشتري وبعد فتره صغيره بيع. دي جزيره هتاخد لها سنتين 3 تاني او 4 سنين عقبال ما تقف على رجلها صح الصح وتبدا تعمل فيها ابريشن كويس. بس انا اوعدك ان مجرد ما المبنى ده يتسلم والناس تيجي تأجر وناس تيجي تشتري، الناس هنا هتشوف هتكسب كام. ولما هيتسلم انا هبعت لك، ولما يحصل ترانزاكشن فيه والناس تبيع هبعت لك المبيعات اللي حصلت بعد الاستلام عامله كام. لان مهم جدا انك تبيع بعد الاستلام، مش انك تبيع خلال الانشاء. خلي بالك من المعلومه دي. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. سلام. جينا على الشاطئ دبي ايلاند بيتش، تمام. وده مشروع امتياز اللي بيتسلم، ودي باقي الجزيره زي ما احنا شايفين، تمام. ادي شاطئ دبي او جزر دبي ايلاند، اماكن للجلوس، شاطئ مفتوح وممتد، ولسه هيمتد تاني اكتر من كده. طبعا ده الممشى للجري على الصباح او على المساء عادي مش هتفرق. شاطئ موجود مفتوح اوريدي، الناس بتيجي. طبعا في 3 اوتيلات موجودين دلوقتي، ولسه لما الناس تسكن الموضوع هيبقى اقوى بكتير جدا من دلوقتي. جزر دبي، مكان الاستحمام، ده الشاطئ.